كل رب أسرة بيحاول دايما يسيب لولاده من بعده ثروة أو حاجة تأمن لهم مستقبلهم. ما بالك بقى تخيل لو كان فعل صغير منك أو فعل تقدر تعمله بسهولة، يعني يفضل هو ده الورث اللي انت سايبه لولادك. مش ورث معنوي، لا، ورث يفيدهم، ورث يخلي سمعتهم زي الفل، وورث يخلي كل الناس يترحموا عليك، وكمان في نفس الوقت يفضل مكمل يعني ويفضل مكمل أكتر من 200 سنة. يعني من حوالي 200 سنة أو أقل بحاجة بسيطة كان في شيخ مصري عظيم اسمه الشيخ محمد الفضالي. الشيخ محمد الفضالي هو واحد من علماء الأزهر الشريف. كل يوم كان متعود يروح من بيته في منطقة المنيل قديما، يعني أو ما يسمى حاليا المنيل، يعني لغاية الأزهر. المسافة كانت بتكون طويلة شوية، زمان ما كانش فيه تاكسيات، ما كانش فيه عربيات أصلا يعني، فكانت وسيلة المواصلات الوحيدة اللي يركبها أي حد عشان يمشي مسافة زي كده هي إن هو يركب يركب حمارة بيجرها واحد عربجي، أو يركب كاريتا اللي هي زي الحنطور، يعني يا كده يا كده. ففي مكان اسمه سوق الحمارين. سوق الحمارين ده كان بيكون قريب من المنيل شويه. فالشيخ محمد الفضالي الروتين اليومي بتاعه كان هو بينزل بيروح سوق الحمارين، بيختار ركوبه زي ما بيسموها، يعني يا اما يركب حماره يا اما يركب حنطور، وينطلق في المشوار بتاعه ده. طبعا ما كانش فيه MP3 ولا كاسيت ولا حاجه، المسافه طويله نسبيا. فالراجل قال انا عايز اعمل حاجه تفيد الناس. الشيخ محمد عمل ايه؟ بقى سأل العربجي اللي هو سايق بيه، يعني بيقول له ايه، واحد من العربجيه يعني بيقول له ايه، الشيخ محمد بيساله بيقول له قول لي يا ابني انت بتعرف تقرا وتكتب؟ لا يا شيخ ما بعرفش. ما تعرفش خالص؟ قال لا ما اعرفش خالص. قال له طب قول ورايا كده الف ب ت س وهكذا. ويروح مطلع قلم ورقه وكاتب له، بص يا ابني، بص 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 بص، ده شكل حرف الالف، ده شكل حرف الب، السين 3 شرط على سطر، الشين هي بس عليها 3 نقط من فوق، وهكذا. كانه بيعلم اطفال مع انهم كانوا شباب يعني العربجيه دول. فبدا شويه بشويه 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 يعلم العربجيه. كل يوم بيركب مع واحد مختلف ويقعد يعلم كل واحد فيهم ايه دروس في اللغه العربيه، يعلمهم القرايه والكتابه من اول وجديد. لدرجه وبعدين العربجيه مستمتعين جدا بالموضوع، جدا مستمتعين. ليه؟ لان انت بتعلمني حاجه. التعليم زمان كان حاجه ايه، حاجه عزيزه قوي، مش اي حد يعرف يتعلم، مش اي حد يقدر يدخل عياله مدارس. فانت يا شيخ بتعلمنا كل يوم وانت رايح وانت جاي في المسافه اللي هي بتبقى حوالي ساعه ببلاش. فكانوا ممتنين جدا للي بيعمله لهم الشيخ محمد الفضالي. في واحد من العربجيه في مره بيساله بيقول له يا مولانا انت بتعمل معانا كده ليه؟ انت حتى بتصمم تدفع الاجره، يعني حتى خلي شويه عليك وشويه علينا، يعني ما تدفعش اجره مقابل انك انت بتعلمنا. يقول له انا بعمل كده عشان بحبكم بس، ويسكت بحبكم. فكان كميه الحب اللي طالعه من الشيخ محمد الفضالي يعني مسيطره على كل السوق بتاع الحمارين والعربجيه وكده. لدرجه ان هو في مره حصلت خناقه كبيره، يعني خناقه مش عايز اقول دمويه يعني، بس خناقه عنيفه بين 2 عايزين، هما الاتنين بيتخانقوا مين اللي يوصلوا. انا اللي اوصله، انا اللي اوصله، لا اللي اوصله. خناقه وتطورت وده ضربوا بعض وبتاع. كده هو اتدخل وهدى الموضوع بينهم، قال لهم هروح معاك انت وهرجع معاه هو. كان راجل لطيف جدا، وكان راجل زي النسمه. تمر الايام والسنين ويعلم الشيخ محمد الفضالي القرايه والكتابه لكل الشباب والناس بتوع سوق الحمارين، ويحببهم في العلم. فيبقى الحمارين كمان او اللي هم العربجيه هم كمان عايزين يعلموا ولادهم، فيروحوا معلمين عيالهم. فيكون الراجل ده هو السبب في ان انت عندك مجموعه كبيره من الناس، معرفش العدد كام طبعا، بس بنتكلم مثلا انت كل واحد بقى ايه، خلاص حب العلم لما اتزرع في قلبه عايز ينقله لعياله، وهكذا، والعيال عيال وهكذا، لغايه ما بيتوفى الشيخ محمد الفضالي الله يرحمه. لما بيتوفى الشيخ محمد الفضالي الله يرحمه بتكون الجنازه بتاعته جنازه مهيبه، كل افرادها او معظم افرادها من الحمارين او العربجيه بتوع سوق الحمير. هم اللي شايلين النعش، هم اللي ماشيين وراه، هم اللي بيصلوا عليه، هم اللي متاثرين، هم اللي بيعيطوا كانهم فقدوا ابوهم. ليه؟ بسبب ان هو كان بيحبهم. تلميذ الشيخ محمد الفضالي الله يرحمه اللي هو الشيخ ابراهيم الباجوري الله يرحمه برضه دائم الحكي للقصه دي، كان بيحكيها على طول وبيحكيها بكل تفاصيلها على طول. ولما كان بيتسال طب يا شيخ ابراهيم والشيخ محمد الفضالي كان بيعمل كده ليه؟ فرد نفس الرد اللي مقتبس من الرد بتاع الشيخ محمد لما العربجي ساله. كان رد في كلمتين: احبهم فاحبوه. بتحبني هحبك. الحب مش بيحتاج وسيط ولا افوار عشان يوصل، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب التاني طوالي.
كل اللي في قلبك من ناحيتي سواء محبة أو عدم ارتياح أو عدم تقبل بيوصلني لا إراديا منك، بتعبيرة وش، بضحكة، بكلمة، بفعل. الحب عامل زي القطر رايح جاي، لو ما شفتوش هتسمع صوته. القلوب مرايات وشوافة.